ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. هذه هي الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445. رد الله في أعمالكم وتقبل الله أعمالكم الصالحة. نحن في برنامج في ضيافة الرحمن، نستضيف مجموعة من أسماء الله عز وجل كل ليلة، نتدارس فيها الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل واختتمت بها بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. هذه تدخل ضمن مدارسة القرآن الكريم التي أمرنا الله عز وجل بها بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فنحن نتدبر هذه الآيات لنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، فيحدث لنا في قلوبنا هيبته وخشيته ومحبته سبحانه وتعالى، وأيضا نفقه كيف ندعوه بأسمائه. كان لابد أن نذكر أنفسنا بهذه المقدمة بين يديكم مشاهدي الأكارم. أستضيف شيخين الدائمين الجليلين، فضيلة الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الجبرتي شيخنا وأخونا الكبير. اليوم سنكمل ما تبقى من الأسماء في الحلقة الماضية، وهي الأسماء الثلاثة: الرؤوف، ذو الفضل العظيم، والوهاب. الوهاب اسمه ومعناه تقدم معنا، فمن أراد أن يراجع الحلقة الثالثة أعتقد والرابعة، واليوم سنتحدث ثم نكمل بعد ذلك في درسنا الجديد الغني وما تابعه من الأسماء. فأهلا بالشيخين الجليلين. شيخ حسن سلمان، حياكم الله. ما معنى الرؤوف وما الفرق بينه وبين الرحيم شيخنا الفاضل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تندرج في أسماء الجمال صفة أو اسم الرؤوف. الرؤوف من أسماء الجمال، من أسماء جمال الله سبحانه وتعالى. والرأفة والرحمة متقاربان من حيث المعنى، فكلاهما فيه الشفقة وفيه الود وفيه المحبة على من تقوم عليه أنت بالرأفة أو بالرحمة. ولكن نلاحظ أن الرأفة فيها معنى زائد عن معنى الرحمة. فإذا كانت الرحمة هي رقة القلب في الحالات البشرية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هي محض الإنعام، لأن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده ويتفضل عليهم بكل ما يحتاجونه. لكن بالنسبة للخلق فيها على كلنا الرقة، وفيها ضعف القلب، وفيها أحيانا ربما ينطلق الإنسان في رحمته ورأفته شفقة على نفسه، ليس فقط شفقة على الآخر. ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يعتريه ذلك، فالله عز وجل لا يعتريه ضعف ولا يعتريه ما يجعله يشفق على الآخر محبة لنفسه، لا، إنما محبة لخلقه وشفقة على خلقه وودا كذلك إلى هؤلاء الخلق. فالله سبحانه وتعالى اسمه الرؤوف، والرؤوف معنى زائد عن معنى الرحمة، لأنه تمام الرحمة وكمالها، يعني منتهى الرحمة ومنتهى الرحمة هي معنى الرؤوف. فالله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، رؤوف بعباده. ونلاحظ أن الآيات التي جاءت فيها معنى الرأفة فيها نوع من التضحية والإقدام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف
رؤوف بالعباد. فكأنما كما يقول علامة الشعراوي عليه رحمة الله، يقول هذه اللحظة التي يقدم فيها الإنسان نفسه، يفدي نفسه دين الله سبحانه وتعالى، ويفدي كذلك شريعة الله سبحانه وتعالى بنفسه، فإن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لم يطلبه من جميع الخلق، ولكنه مطلوب من بعضهم رأفة بالعباد، لأن الله عز وجل خاصة في شريعته الخاتمة تعامل مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم بشرعة التيسير والرحمة، خلافا لمن كان قبلهم من الأمم، مثلا أمة موسى عليه السلام، فقد تعامل الله معها بمعاني الجلال أكثر من معاني الجمال والإكرام. ولذلك مثلا كانت توبتهم أحيانا تتعلق بأن يقتلوا بعضهم بعضا، لكن بالنسبة لنا كانت عملية الرأفة والرحمة أكثر من عملية الإجلال. لكن هنا أقرأ عليه شيخ محمد بعدين نتعلق. لا في نفس من الآيات، في نفس الآية التي ذكرها الشيخ، ألا يكون هناك معنى أعمق من ذلك؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فما يعني وجه التلاقي بين رأفة الله ورحمته سبحانه وتعالى وبين شراء صهيب رضي الله عنه لنفسه وافتداءه؟ فهنا يعني أنا سؤالي موجه لك يا شيخنا. نعم. وعلى كل أن يحتمل، وهذا معنى من المعاني كثير ما تذهب إليه أسماء الصفات وأسماء الصفات والأسماء، وهو أن حتى الإنسان وهو يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى، إنما رأفة الله ورحمته ستطاله وهو في هذه اللحظة التي يراه الناس قدم نفسه، يراه الناس هلك أو قتل أو زي ما يقول الناس ضيع نفسه. كثير من المعاني التي تذهب في دنيانا الله عز وجل يقول لا، الأمر ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى هذا الشخص الذي فدى نفسه وقدم نفسه ضحية لقيمة دينية، فإن رأفة الله التي هي كمال الرحمة ستدركه مع أول لحظة. سبحان الله. أنا وكأني أستشف من هذا المعنى، يعني هذا رأي خاص لي أنا، يعني فلسفة، أقول أن الله جل وعلا سخر لصهيب الرومي رضي الله عنه قبول هؤلاء المشركين لهذه الفدية، وإلا كان بالإمكان بعد أن عرفوا مكان الأموال كان بإمكانهم أن يقتلوه، ولكن رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته سبقت ذلك وأوفوا بعهدهم وتركوه يذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقبله قال له ربح البيع أبا يحيى، رأفة من الله سبحانه، وليس يعني ذكاء منه أو ما شابه، لكنه رأفة من الله سبحانه وتعالى أن سخر له هذه الفكرة وقبول هؤلاء المشركين لهذه الفكرة. أنا هكذا يبدو لي يا شيخ برهان. بل هو الصواب ما ذكرته، وهذا كلام الشيخ السعدي يقول هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك. الله أكبر. وما قلته صحيحا شيخنا، بارك الله فيك. طيب ننتقل للاسم الثاني. الآية هناك آية في هذا المقام لا ينبغي أن نتعداها. في آيات كثيرة، أنا كنت أبغى أطرح عليك، أنت قاطعتني. اسمح لي، أنا مدير الجلسة لو سمحت. لو أذنت لي هذه الآية، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما استشهد من استشهد ومات من مات على القبلة الأولى، خشيوا أن هذا العمل يذهب هباء منثورا، فبدأوا يتساءلون ما شأن إخواننا الذين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ما شأن صلاتهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا طبعا المقصود بها صلاتكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله جل وعلا رؤوف بهؤلاء، فإن العمل الذي عملوه بالوجهة التي كان قد وجههم إليها لن يضيعها عليهم، بل هي مرصودة في حسناتهم ولن يضيع من ذلك. وهذا من شدة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين.
وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أحسنت. هذا الاسم ورد 11 مرة في القرآن الكريم، فلو دخلنا يعني فيه سنخوض بحارا والوقت لا يسعفنا، فسوف ننتقل للاسم الثاني، وهو اسم أيضا جليل من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى ذو الفضل العظيم. نسمع معناه ثم يعلق الشيخ محمد عبد الله على هذا الاسم. نعم، بالنسبة لي ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم، وهو ليس صاحب فضل فقط، والفضل طبعا هو في لغة العرب يعني أنه كل ما زاد عن حاجة الإنسان فهو فضل، ونستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فدل ذلك على أن الفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان يسمى فضلا. وهنا أن الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بأنه صاحب الفضل أو صاحب الأفضال على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده عطاء لا حدود له، ولذلك وصفه بالعظمة، ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه وتعالى عندما ننظر إلى الرسالات وننظر إلى النبوات وننظر إلى الأرزاق وننظر إلى العافية وننظر إلى الصحة وننظر إلى الهبات الإلهية الكثيرة جدا التي يمنحها لعباده، تدرك بأن ذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى. لا أحد منا عنده حق مع الله، يعني ليس الأمر استحقاقا، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يظهر لي شيخ حسن هو يعني هبات الله عز وجل كثيرة، لكن هنا لما يقول ذو الفضل العظيم ويعني يصف الفضل بالعظمة، يبدو لي أنها في نعمة كبرى تستحق هذا الوصف. لو مثلا قرأنا الآيات التي وردت في هذا في كتاب الله عز وجل في 6 مواقع، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآية الثانية في سورة آل عمران: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الثالثة في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الرابعة في الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الخامسة في الحديد أيضا: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السادسة في سورة الجمعة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. تعليقكم. نعم. هذه موضوع السياقات، يعني السياق الذي ترد فيه، لكن أنا ما ذكرته هو قضية أن الفضل ابتداء معناه هو ما زاد. أحسنتم. أي هو ما زاد. بالنسبة للآيات كل تقريبا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد أن فضل الله سبحانه وتعالى الموصوف بالعظمة يأتي بعد إنعام كبير. أيوة. يعني إما أنه يأتي بعد ذكر الجنة، أو يأتي بعد ذكر الرسالات، نعم. أو يأتي بعد ذكر النبوة، نعم. ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتجد هنا قضية الأفضال الإلهية الكبيرة توصف بالفضل العظيم، لأنها فعلا أعظم ما يمكن أن يناله الإنسان من هذا الاسم العظيم. لكن هنا أيضا في مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان أحيانا يعطي ما زاد عن حاجته فيسمى فضلا. أما الله سبحانه وتعالى كل الكون بالنسبة له فضل، يعني الكون كله بالنسبة لله لأن ليس لله حاجة بأي شيء مما نتكلم عنه. الله سبحانه وتعالى الغني بذاته جل جلاله، وبالتالي عندما يعطي فهو يعطي عطاء ليس وراءه حدود. جميل. تعليقكم. الله جل جلاله وتباركت أسماؤه ذو الفضل، أي الذي يعطي ما لا يلزمه، نعم. ويعطي ما لا يجب عليه. فالله جل وعلا ينعم على عباده تفضلا وابتداء وليس استحقاقا من عباده. إذا نظرنا إلى أفضال الله سبحانه وتعالى بمقابل أعمالنا ستجد أن هناك بون شاسع، ولكن الله جل وعلا منعم متفضل يتفضل على عباده
حتى من غير استحقاق، حتى لو لم يكونوا يستحقون. ألا ترى إلى هؤلاء الكفار الذين يجاهرون بمعصية الله والإلحاد والكفر والفجور، ومع ذلك يتفضل الله عز وجل عليهم بطعامهم وشرابهم ونفسهم. ألا ترى أن الله جل وعلا حينما أنزلنا وأهبطنا إلى هذه الأرض أن الله جل وعلا لم يتركنا هكذا هملا، بل أرسل إلينا المرسلين وأنزل إلينا الكتب حتى لا نضل. فكل هذا محض فضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق ربنا أن يسمى بهذا الاسم الجميل العظيم، لأن الله جل وعلا متفضل في كل الأمور التي ينعم بها الناس، وهذا الكون العظيم كله فضل من الله سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي أن يفهمه العبد، وهنا درس في غاية الأهمية، أن الواحد منا لو أن الله جل وعلا من عليه بنعمة ينبغي له أن يعرف وينسبها إلى مسديها، ولا يجعلها وكأنها من مكتسباته، كما كان من ذلك الفاسق الفاجر قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي. لماذا؟ لأنه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عاقبه بنقيض ما قال فخسفنا به وبداره الأرض. وهكذا فينبغي لنا نحن كعباد ألا ننسى أن جميع النعم التي ننعم بها هي فضل من الله سبحانه وتعالى. لا يلزم أن الإنسان يجد الأفضال جميعها، وإنما ينبغي له أن يتذكر الفضل الذي من به عليه سبحانه وتعالى، ولا يتذكر دائما ما ابتلي به من أمور. فالمريض حينما يمرض ينسى أن الله جل وعلا يعني من عليه بمنن كثيرة، وينسى أن فضل الله عز وجل عليه عظيم، فيتذكر تلك المأساة. ولكن من وفقه الله سبحانه وتعالى دائم الحمد لله جل وعلا على ما تفضل به عليه من هذه النعم التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الغني هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الجمال أيضا والجلال. ورد في كتاب الله 8 مرات. قال الله تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الحج. وقال في لقمان: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، يعني في سورة لقمان. وقال في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال في محمد في سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال في سورة الحديد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ما معنى الغني شيخ حسن؟ طبعا أنت الآن دخلت في أو أتيت بالآيات التي فيها الإفراد وفيها التثنية المرادة، فهو جيد يعني، لأنه أحيانا الاسم يتضح فعلا بما يرد معه، فترد دائما الآن لفظة الغني مع الحميد بشكل واسع يعني. لكن بالنسبة للغني، الغني هو المستغني عن الآخرين. جميل. وليس مفتقر لأحد. يا سلام. فالله سبحانه وتعالى غناه ذاتي وليس غناء مكتسبا، يعني الذي يمكن أن يقال له غني من عالمنا في عالم الخلق دائما ما يكون الغنى هنا غنى مكتسب، يعني الذي يولد من بطن أمه يولد فقيرا، ولكنه في نفس الوقت قد يولد غنيا بالميراث. نعم. فيكون اكتسب الغنى من خلال والده أو من خلال الإرث.
ثم أيضا هذا الغنى المتعلق بالمخلوق غنى محدود ومحصور، ليس غنى مطلقا. قد يكون غنيا في المال فقيرا في العلم، غنيا في المال فقير في الصحة، وهكذا. يعني دائما ما تكون عملية الغنى بالنسبة للعباد عملية نسبية ومحدودة، ولكن بالنسبة للغني، اسم الغني الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو نفي مطلق الفقر عن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فالله عز وجل ليس فقير من الناحية العلمية، وليس فقير من ناحية القدرة، وليس فقير من ناحية الموارد. فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى قائم بذاته، والعباد كلهم، كل العباد من الملائكة والجن والإنس وعالم الأشياء والكون كلهم مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا هنا نلاحظ اسم الغني هو من الأسماء المتعلقة بمطلق غنى الله سبحانه وتعالى وعدم حاجته إلى أحد من خلقه، بينما حاجة الخلق جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد مالا طلبه من الغني، ومن أراد علما طلبه من الغني، ومن أراد قوة طلبه كذلك طلبها من الغني، وهكذا. فأنت محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله في كل شيء، بينما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. هنا نلاحظ وردت تقريبا في مفردتين من كتاب الله سبحانه وتعالى مسألة الغني عن العالمين، بالذات غني عن العالمين. الأولى في آل عمران اللي هي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية الثانية وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، لا العنكبوت، إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين. ففي الآيتين تلاحظ أن واحدة تكلم ومن جاهد فإن ومن جاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لاحظ هنا في الآيتين، الآية الأولى فيها الجهاد المالي والبدني دون القتال وهو الحج، والثانية فيها الجهاد المحتمل للقتال. وفي الآيتين جاءت عبارة إن الله لغني، أو إن الله غني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين. لماذا الله سبحانه وتعالى بعد هذين الأمرين المتعلقة ببذل الجهد وبذل المشقة والعطاء في قمة ما يمكن أن يتقدم به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الحج الذي هو جهاد النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن جهاد لا قتال فيه، والثاني جهاد الرجال الذي هو ذروة سنام هذا الدين، ومع ذلك حتى لا يستبطن العبد المسلم بأن والله أتى بعمل كبير جدا والله جل جلاله مفتقر إلى عمله. هنا يجب أن تتذكر أن الله غني عنك، غني عن عبادته، غني عن التقرب. كل هذا لا يضيف عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إذن علينا أن نتذكر بأن الطاعات وبأن العبادات التي يعني يأمر الله تبارك وتعالى به هي لمصلحتنا وليس لفقر الله إليها أو حاجة الله سبحانه وتعالى إلى هذه العبادات مطلقا. بارك الله فيك. الغني سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم الغني بذاته والعباد فقراء محتاجون إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من عباده، ونستشف من مجمل آيات الله سبحانه وتعالى على كمال غنى الله جل وعلا. على سبيل المثال في آيات الحج يقول الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى هذه الدماء التي تراق في الحج لأنه غني سبحانه وتعالى، ولكن لحاجتنا نحن أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة حتى نكتسب أجرا ومنزلة عنده سبحانه وتعالى. إذا أتيت في موضوع الصيام ستنظر أن الله جل وعلا غني عن عباده وأننا نحن الذين بحاجة. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أو لما قرر الله سبحانه وتعالى أن يفرض علينا الصيام فإنه لم يفرض علينا الصيام لأجل جوعنا ولا عطشنا، الله عز وجل في غنى عن ذلك. ولذلك انظر إلى اللفتة الرائعة الجميلة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يقول
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلذلك لا بد أن نفقه نحن العباد أن الله جل وعلا غني عنا غنى مطلق، والذي يظن أنه سيكون غنيا كما لله عز وجل من غنى فقد يعني أبعد النجع، فإن الله جل وعلا ليس لملكه ولغناه حدود. انظر إلى الحديث القدسي الذي أتيتما به ولكنكما لم تكملاه. يقول في هذا الحديث: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألني كل مسألته ثم أعطيته مسألته ما نقص ذلك من شيئا. الحمد لله. يرحمك الله. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما هذا الغنى الذي عند الله سبحانه وتعالى؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن غنى الله عز وجل غنى مطلق، غنى كامل. الله جل وعلا غني بذاته والعباد فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أحسنتم. هنا بس سبحان الله، مع أنه أشار جل جلاله إلى موضوع أنه غني، لكن لاحظ أيضا أردفها بالحميد في بعض نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يجب أن ندرك أنه في غنى، لكن حتى لا يفهم أن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يكافئ صاحب الفضل وصاحب الإحسان وصاحب الطاعات، أردفها بإيه؟ سبحان الله. الحميد. فهو مستغني بذاته، لكن إذا قمتم بشيء وتقدمتم إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات كافأكم الله سبحانه وتعالى لأنه موصوف إيه؟ موصوف بالحميد جل جلاله. وأيضا في آية يقول هو الغني الحليم. هو الغني الحليم. يعني في آية البقرة تلوت عليكم أنا الآيات. نعم. هي تتحدث عن المن. غني الحليم. آية دي قول معروف ومغفرة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. نعم سبحان الله. انظر إلى التوازن هنا وهنا. نعم سبحان الله. يعني هناك في صدقة يا أيها المتصدق أتريد أن تمن على العباد؟ ترى الله سبحانه وتعالى هو صاحب الغنى، هو الغني، وهو حليم عليك وأنت تعصي وأنت تفعل هذا الفعل. نعم سبحان الله. لو شاء لأخذك. نعم. ولا أفقرك أيضا. نعم أعوذ بالله. نعم. اسم الله الشهيد ورد في كتاب الله عز وجل وتكرر كثيرا. ورد في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وورد أيضا في سورة آية الدين. وفي آل عمران قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وفي النساء: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كذلك في النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في النساء أيضا: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وكانت هذه لا تأتي في معنى اسم الله سبحانه وتعالى. وفي النساء أيضا: وكفى بالله شهيدا. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالآيات في هذا المعنى على كل حال كثيرة، تصل إلى 32 آية في كتابه العزيز. ما معنى الشهيد وكيف ممكن أن نفهمه في كتاب الله ونستعمله في دعائنا؟ الشهيد هو من الشهادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
ولكن اسم الشهيد بعضهم ذهب إلى أنها مرادفة لاسم العليم، ولكن ليس كذلك، فاسم الله سبحانه وتعالى العليم يعني شيء، والشهيد يعني شيء آخر. فالشهيد في كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على الحضور وعدم الغيبة، فالله غيب ولكنه ليس غائب، يعني هذا ما يمكن أن غيب عن خلقه، غيب عن خلقه لكنه ليس غائب، فالله سبحانه وتعالى شهيد بين عباده، أي أنه حاضر وحضور جل جلاله. وتأتي هذه السياقات في يعني الآيات التي تلوتها قبل قليل، تلاحظ أن الله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا، وبما تعملون أو شهيد بما تعملون أو على ما تعملون أو ما تفعلون. فتلاحظ أنها إما أن الله شهيد على كل شيء، أو كفى بشهادته شهادة، أو أن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمال الناس وأفعالهم. لاحظ هنا الشهيد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى الشهادة على الناس، استشهدوا شهيدين من رجالكم أنكم تدلون بشهادتكم على الناس، فهذه شهادة بعلم على كل. الأمر الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي بمعنى الحضور. هنا على كل ما يمكن أن نستفيده من هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى شهيد على أفعالنا وأعمالنا، والله سبحانه وتعالى غيب وليس غائب. فعندما يستحضر العبد حضور الله سبحانه وتعالى في خلواته وجلواته، في الخلوة والجلو، وفي اللقاءات الفردية واللقاءات الجماعية، عندما تستحضر هذا الاسم وتقول بأن اسم الشهيد يعني أن الله حاضر بيننا، شهيد بسمعه وبصره، والله تبارك وتعالى يشهد علينا كذلك يوم القيامة شهادة شهيد. بمعنى هذه المسألة لها هذا البعد. فعندما الله سبحانه يقول لك والله أنا كفى بشهادتي، أي أني سأشهد على أعمالكم وأني رقيب عليها وملم بها وحاضر في كل ما تفعلون، هذا المعنى حقيقة معنى عظيم جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا نلاحظ أنه يسمى بالشهيد ولا يسمى بالشاهد. هذه يعني من الأشياء أيضا في القرآن الكريم تلاحظ فيها الاختلاف في المفردات، فمعنى الشهيد يختلف عن معنى الشاهد، وجمع شهيد هو الشهداء، وجمع شاهد هو الشاهدون، وجمع الجمع للطرفين هو الشهود. يعني هذه المفردات كلها تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بما أنه حضور، تلاحظ الأنبياء أيضا لحظة حضورهم مع أممهم يقولون وكنت عليهم شهيدا ما دمت، أي لما كنت حاضر كنت شهيد على ما يفعلون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، عليه الصحابة رضوان الله. وكذلك جعلناكم شهداء على الناس أمة وسطا لتكونوا شهداء علينا ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهنا تلاحظ بأن معنى الشهيد فيها دلالة الحضور، سبحان الحضور، والشهادة بعد ذلك بناء على علم الحضوري وليس علم سماعي، لأن شهادة الشاهد فيها السمع وفيها النقل. يعني لما مثلا امرأة العزيز قال وشهد شاهد من أهلها، هذا الشاهد لم يكن حاضرا، فكانت شهادته بالخبرة، إن كان قميصه قد من دبر، هذه خبرة ليست حضورية. فهنا الله سبحانه وتعالى شهادته شهادة شهيد وليست شهادة شاهد، والله يعني شهادة حضور. نعم، شهادة حضورية. ولكن الكلام الذي يتأتى في هذا المقام الشهيد والخبير والعليم والرقيب، نعم، ألا يوجد بينهما تداخل أو بين هذه الأربعة؟ نعم. يعني الآن الشهيد والخبير والعليم وكأنها في النهاية مرجعيتها واحدة، يرجع إلى علم الله وإلى رقابة الله وإلى نظر الله وإلى سمع الله سبحانه وتعالى أيضا. ولكن بعض أهل العلم يقولون أن الشهيد يكون للأمور الظاهرة، والخبير يكون للأمور الباطنة، والعليم يشملهما، هكذا يعني يقول بعض أهل العلم. ولكن حقيقة الكلام الجميل أن الله سبحانه وتعالى هو الحاضر بين عباده والشهيد عليهم، ولكنه غائب عنهم كنظر العباد إليه، ولكن آثاره ومعالمه
وخلقه كله يدل على وجوده أو حضوره سبحانه وتعالى. فالشهيد له مقام عظيم، وهو لا شك على وزن فعيل. أنا أعتقد الله ليس غائب عن خلقه، وإنما هو غيب عنه، ليس غائب. غيب، نعم. نعم، من باب الغيب. نعم، غيب صحيح، ليس غائب عن خلقه. الله غيب وليس غائب. نعم. وأيضا كل اسم من أسماء الله مما تفضلت به شيخنا الشيخ محمد، من العليم والخبير والشهيد، لكل اسم منه من هذه الأسماء خصوصية. صحيح. فالشهيد اسم خاص بمسألة حضور الله عز وجل في كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا كان هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالله سبحانه وتعالى إذن حاضر وشاهد، وهذا يحدث في قلوب المؤمنين الرهبة والخوف والخشية. كيف لا يستحون من الله وهو معه. يعني تصور إن أنا لما يقول لك والله خلي بالك فلان حاضر معك. نعم. هذا المعنى ليس أمرا سهلا. ليس أمرا سهلا. ولذلك من يعصي الله تبارك وتعالى لا يعصي العاصي، أو لا يزني الزاني حين يزني. يعني لو يدرك هذا الزاني بشكل يقيني أن الله حاضر وأنه يراه، الله يراه، لا يمكن أن يقع في هذا الأمر. لذلك سبحان الله يرتفع الإيمان في هذه اللحظة كالظل التي تظل صاحبها فيرتفع من صاحبه. ولذلك أنت تلاحظ الآن في بعض المجمعات السكنية يقول لك الأسانسير مراقب بالكاميرات. نعم. الممر مراقب خلي بالك. فالذي يريد أن يعمل شيئا ممنوعا يتوجس خيفة، ما يستطيع أن ينفذ شيئا أبدا. وهذه شيخنا من الأشياء التي تعزز. أنا أقول سبحان الله تقوم على خلقه في زماننا من الحجج ربما أعظم مما قامت على السابقين. يا لطيف. يعني لاحظ كيف أن في لحظة معينة شخص يستطيع أن يرصد مدينة كاملة أمام جهاز مثلا. نعم. يرى كل ما يتحرك أمامه، فكيف بالله عز وجل؟ صحيح. يعني يومها ونحن نتكلم سبحان الله في كيف أن الله يحاسب كل الناس. نعم. وكنت أستحضر هذه التكنولوجيا هذا هو التي فيها تحكم كبير جدا على ملايين من الناس. أحد مدراء المدارس قص لي قصة، قال لي قام أحد الطلاب بسرقة موبايلي غالي الثمن. نعم. يقول فجاء صاحبه يبحث عنه فما وجد. يقول ففتحنا الكاميرات ووجدنا أن طالب امتدت يده اللي في جيبي هذا وسرق. نعم. فاتصلنا بوالدي الطالب وقلنا له أن ابنك سرق، فأنكر وغضب الأب وقال ابني ما يسرق أبدا. فقلنا له بلى إن ابنك سرق. وما شهدنا إلا بما علمنا. الله. المشكلة أنه حضر وفتحوا له الكاميرا. تعال ولدك ولا؟ أي نعم. فطاطا رأسه الأب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستدعي الطالب وقيل له أنت سرقت جوال كذا وكذا. قال لا أبدا ما سرقت، فأنكر. ففتحوا عليه الكاميرا. لا إله إلا الله. قال فطاطا رأسه وقال أنا بس كنت أجربه. أنت تجرب تأخذ أموال الناس بالباطل. لا إله إلا الله. المهم كانت هذه الكاميرات يعني فعلا أثبتت حجة على هذا الطفل. تخيلت قوله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما تدري هل فعلا هنالك تسجيل على الأيدي، تسجيل على الجبهة، تسجيل على الأرجل. فالله عز وجل كل شيء في تسجيل. طبعا عموما هذا الموضوع حصل عندنا في المدرسة. هذه يعني عجيب بالضبط، وأنا كنت شاهد على هذا العمل. لا إله إلا. كانت أيام اختبارات أو قبل أيام الاختبارات، العادة توضع الجوالات عند المراقب، كل فصل له صندوق توضع فيه. فالمهم هذا الابن سرق منه جواله، فالجوال جديد يعني
ما استمتع به. أن جاي يتظلم عند المدير، فالمحتار يا جماعة كيف الآن وما. فالمهم قلنا له مش عندنا كاميرات؟ قال والله صحيح عندنا كاميرات. ويعني صادف وجود 2 من الطلاب القدامى كانوا حاضرين، قال لهم تعالوا اشتغلوا. فتحوا الكاميرات بدأوا يراقبون. دخل الابن وسرق الجوال وخرج. فجاءوا به قالوا له فعلت؟ قال أبدا. قالوا من هذا؟ قالوا الله المستعان. فين الجوال؟ قال بعته. أحضروا أبوه فاشترى له جوالا جديدا. لا حول ولا قوة. والله المستعان. فشوف كيف الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو شهيد حاضر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن لا، أنا استحضرت أمر كان يعني أومأ إليه الدكتور حسن. أحيانا قد يظلم إنسان وليس له أحد يشهد له. الله سبحانه وتعالى شهيد مطلع. فالله جل جلاله يسخر أمرا معينا تظهر براءة هذا الإنسان. صحيح. تذكرون حديث المرأة السوداء التي كانت ترعى طفلا، وكانت طفلة، فكانت الطفلة عندها زي شال أحمر، فوضعته في مكان مرتفع، فالظاهر ذهبت لتقضي حاجتها، فجاءت الحدأة واختطفت هذا الشال. فمجرد ما اختفى هذا الشال جاء أهل هذه الفتاة واتهموا هذه المرأة السوداء، هي كانت أمة، فبدأوا يضربونها ضربا مبرحا، بل فتشوها حتى في عفتها ظنا منهم أنها تخبئه. وفي أثناء ذلك جاءت الحدأة نفسها ورمت الشال، فعرفوا أنهم قد ظلموها. فالله سبحانه وتعالى مطلع. ثم ما كان من شأنها هذه الفتاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر في ذلك الحين، فذهبت وبقيت في مكان، ثم ذهبت وأسلمت وحسن إسلامها على حسب ما أذكر من الرواية. نعم. وهكذا الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، ومن رأفته بهذه أنه برأها حيث أعاد أمر الحدأة أن تعيد هذا الشال. وكذلك قصة سعيد بن عمير رضي الله عنه وأرضاه حينما تكلم على جلاس، وجلاس تكلم بالنفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت الأذن يا سعيد، فبرأه الله عز وجل. يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وبالفعل الله سبحانه وتعالى شهيد لا تخفى عليه خافية. أيضا في غزوة تبوك أولئك النفر الذين كانوا يتكلمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب أحد الصحابة ليخبر عن وسلم، فإذا بربنا تبارك وتعالى قد سبقه وأنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليفضح هؤلاء المنافقين. والرجلان اللذان أيضا كان يتحدثا في المجلس على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يقول لولا عيال لي ودين في ذمتي لقتلت صفوان بن أمية لقتلت محمدا. فقال له أبو سفيان دينك علي وعيالك في ذمتي. وهذا الخبر نقله الله عز وجل لنبينا محمد، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فشهيد اسم عظيم يوجب في قلوبنا. وأيضا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة من قبائل اليهود، وكان جالسا يعني تحت في مكان عند دار من دورهم، فكانوا يخططون لرمي رحى من أعلى حتى يهشم رأس النبي عليه السلام ويتخلص منه. بنو النضير. فجاء جبريل عليه السلام وأخذ بالنبي عليه السلام بيده وذهب به. بقي معنا اسم الرحيم النصير علام الغيوب. مشاهدي الأكارم، سنشرح هذه الأسماء الثلاثة في الحلقة القادمة إن شاء الله بعد غد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام مرة أخرى، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأطروحات والبيانات من قبل مشايخنا لهذين الاسمين الجليلين، الغني
والشهيد وما سبق من الأسماء. بارك الله فيكم. هذا أخوكم برهان يحييكم، وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان، والشكر موصول فضيلة الشيخ محمد عبد الله، ولكم أنتم أيضا مشاهدي الأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.